السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبه لكم طريقة عمل الحمام المحشي بالرز. عندي معلقتين من السمنة البلدي. انا كان عندي 5 حمامات هحشيهم. كل حمامة بتاخد 4 معالق كبار من الرز. كل حمامة بتاخد 4 معالق كبار من الرز. انا طبعا حطيت السمنة البلدي وحطيت شوية من الزيت الذرة، وهنزل بالرز بتاعي. انا كنت غسلاه ومصفياه كويس جدا، وابتدي انزل بالرز بتاعي. دول 20 معلقة من الرز، بس اللي هي المعالق الكبيرة بتاعة الاكل. هبتدي ان انا اقلب في الرز بتاعنا. لو انت هتعملي حمامة واحدة حمامتين حطي 4 معالق من الرز. هبتدي ان انا اقلب، وهنزل بكوباية من المية. انا طبعا مش هكتر مية لاني انا مش عايزة الرز يستوي، انا عايزاه يدوب يكون نص سوا، لان هيكمل تسويته في الحمام. وهنزل بمعلقة من الملح، وابتدي ان انا اقلب فيها واسيبه يعني يتشرب الرز بتاعنا. هو كده بعد ما تشرب. طبعا انا عندي بصلايه، كانت بصلايه صغيره بشراها وحط عليها شويه فلفل اسود. ما تحطيش ملح لان انت حطيتي ملح اصلا في الاول. وهبتدي انزل بيها على الرز بتاعنا، وابتدي ان انا اقلب الرز مع البصلايه اللي انا مرتاها. وعندي الكبد والقوانص بتاعه الحمام كنت غسلاها ومصفياها كويس جدا، وهنزل بيها على الخلطه بتاعتنا دي. كبد والقوانص اهي بتاعه الحمام، هبتدي انزل بيها على الرز. وطبعا هقلب ده كله في بعضه، واسيبه يعني شويه كده على البوتاجاز. طبعا انا مش عايزه الرز يستوي، عايزاه نص تسويه عشان هيكمل تسويته لسه وهو محشي جوه الحمام. وابتدي ان انا اقلب تقليب كويس جدا. وعندي الحمام بتاعي كنت غسلاه ومصفياه على الحشو على طول. طبعا انا بقلب كده، بقلب فيه كويس جدا. بعد كده ده الرز بعد ما استوى نص سوا، والحمام زي ما انتم شايفين مغسول ومتصفي. هبتدي ان انا احشي في الحمام واحده واحده كده. انا طبعا لما باجي اشتري الحمام بخلي الحته اللي عند الحويصله بتاعتها سليمه. ليه سليمه؟ عشان انا بحب احشيها زي الممبار كده، بتبقى حشوة الرز فيها، سواء حشوة الرز سواء حشوة الفريك، بتبقى حلوة قوي بصراحة. يعني خلوا الحويصلة بتاعتكم دي ما تشقهاش، سيبيها ايه زي ما هي. هبتدي ان انا احشي في الحويصلة بتاعتنا. بس طبعا ما تكبسيش الرز قوي زي برضو الممبار، زي ما قلت لكم ما تخلوش مكبوس قوي عشان بيكمل تسوية على البوتاجاز. عشان ايه الرز ما يطلعش من الحشوة بتاعتنا، من الحمامة بتاعتنا كده. دي بعد ما هي اتحشت ما تكبسهاش، وهخيطها برضو. بس بعد ما اخلص الكمية كلها اللي عندي، ال5 حمامات بتوعي بعد ما يتحشوا، هبتدي ان انا اخيط فيهم. ده بعد ما انا خلصت الحشو ال5 حمامات، هبتدي ان انا اخيط في الحمامة من تحت عشان الرز ايه ما يطلعش براها. بس من فوق مش هيطلع، لاني ببقى المية بتغلي عندي، فبمسكها من فوق زي الممبار كده وبسقطها، فمش هيطلع من الحمام. واخيط واحدة واحدة كده لحد ما الم ايه البطن بتاعتها المفتوحة دي. طبعا محدش بيختلف على الحمام وطعم الحمام وحلاوته. والفيديوهات الجاية هجيب لكم طريقة الحمام بالفريك، بس انا بدأت معاكم بالرز. بعد كده المرة الجاية هجيب لكم طريقة الحشو بالفريك. وده طبعا بعد ما اتسلق وحطيته، اتسلق وحمرته في السمنة البلدي.